يا أهلا يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا اقعدوا حواليا ونسمع الحكاية مع بعض. في مرة من المرات كان في ولد اسمه آدم، كان شاطر وذكي، لكنه كان بيخاف ينام لوحده في أوضته. كل ليلة بعد ما مامته تطفي النور وتسيبه ينام بيجري بسرعة على أوضتها. ماما، في صوت، في حاجة تحت السرير. مامته كانت تحضنه وتطبطب عليه وتقول: يا حبيبي مفيش حاجة خالص، بس انت لازم تبدأ تنام في أوضتك زي الأبطال. بس آدم كان بيرفض وبيبات كل يوم في سرير مامته وباباه، لحد ما جه يوم ماما قالت له: أنا عندي لك مفاجأة. دخل أوضته لقى كشاف صغير على شكل نجم بينور لما تضغط عليه، ومعاه ملصقات مضيئة على الحيطة على شكل قمر ونجوم، وقالت له: ده اسمه نور الشجاعة، ولما تنام في أوضتك النور ده هيحميك من كل خوف. آدم اتبسط، بس كان لسه متردد، وفجأة في الليل وهو بيبص على النور سمع صوت صغير بيقوله: شكراً إنك شجاع وبدأت تنام هنا، أنا روح النجمة بحمي الأطفال اللي قلبهم قوي. آدم فتح عينه لكن مفيش حد، بس حس بطمأنينة كبيرة، ومن وقتها بقى ينام في أوضته كل يوم والنور جنبه والنجوم بتنور الحيطة، وبقى يقول لمامته: أنا بطل صغير وبنام في أوضتي من غير مخاف. يا ولاد، الخوف ده شعور طبيعي، بس الشجاعة بتكبر جوانا كل مرة بنواجهه، واللي بينام لوحده بيكون بطل حقيقي. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم، وبحبكم كلكم من قلبي.